معايا النهارده بارلي، ده بديل قهوه عباره عن 100% شعير. طبعا واضح من الشكل ان هو عامل زي النسكافيه، ومن الريحه هي ريحه قهوه. قرار زي النسكافيه. زي ما قلت لكم هو ريحته زي النسكافيه، شكله زي النسكافيه، لونه زي النسكافيه. هل طعمه زي النسكافيه؟ اللون برضو عامل زي النسكافيه، نفس لون النسكافيه. قبل ما اجربه واقول لكم رايي فيه، لازم تسال نفسك سؤال: طب وانا ليه اشرب بديل قهوه؟ هي القهوه اثرت معايا في حاجه؟ خصوصا ان البرطمان ده برضو مش رخيص، البرطمان ده 90 جرام ثمنه 100 جنيه. انا بقى يا سيدي هقول لك ليه تجيب بديل قهوه بدل القهوه. لو انت بتشرب في اليوم 5-6 كوبايات قهوه فده كتير جدا. طبعا لو انت مريض قلب او ارتفاع ضغط الدم فانت اصلا في الغالب هتبقى ممنوع من القهوه، او مسموح لك من الدكتور بكوبايه في اليوم كحد اقصى. انما لو انت انسان طبيعي او لسه ما تعرفش ان انت عندك ضغط، خصوصا ان ارتفاع ضغط الدم ده اسمه القاتل الصامت، لانه ممكن يكون العرض ده موجود عندك. خلي بالك من الكلام، انا بقول العرض مش المرض، لان ارتفاع الضغط بيقول ان في مشكله. لما يكون ضغط دمك عالي فده بيقول ان انت عندك مشكله، ممكن مشكله في القلب او في وظائف الكلى او الله اعلم. خلاصه ان ارتفاع الضغط في حد ذاته مش مرض. ارتفاع ضغط الدم ده بيسموه القاتل الصامت، لان ممكن تعيش بيه وفجاه يعلى الضغط لدرجه معينه بعد الشر يعني يخلص عليك. فلو انت من الناس اللي بتشرب في اليوم 5-6 كوبايات قهوه، او بتلحم الكوبايه في الكوبايه وسجاير وبتاع، فالبتاع ده بتاعك. ليه بقى؟ لان هو هيحقق لك العاده اللي انت متعود عليها، اللي هي الكوبايه في الكوبايه او عدد كوبايات القهوه الكتير، وفي نفس الوقت هيخلصك من اضرار شرب القهوه الكتير، وكمان هيديك فوائد الشعير. طبعا الشعير فوائده بالهبل، يقلل التوتر، يقلل تشنجات المعده، مفيد لعلاج التهابات المثانه. موال الشعير فوائده بالهبل. نيجي بقى هنا للطعم بتاعه. هل طعمه زي القهوه؟ بسم الله، انا اول مره اجربه. الكوبايه دي بلاك بالمناسبه، يعني ما فيش سكر ولا حاجه، انا ما بحطش اي حاجه، هو بلاك. حاطط في الكوبايه دي معلقه ونص. الاجابه هو طعمه عامل زي النسكافيه، وطعمه فعلا زي القهوه. نيجي للسؤال اللي بعد كده: هل تاثيره بقى زي القهوه؟ لان ده هنا مفيش فيه كافيين، ده 100% شعير فقط. فهل تاثير البتاع ده هيبقى زي تاثير كوبايه القهوه اللي انت بتشربها؟ عشان نعرف بقى نجاوب على السؤال ده، انا هخلص الكوبايه دي كلها واجي لكم بقى في الاخر، اقعد اعمل شويه حاجه كده على الكمبيوتر، واجي لكم في الاخر اقول لكم هل تاثيره زي القهوه ولا لا. A few moments later. خلصنا الكوبايه، طعمه زي القهوه وتاثيره زي القهوه بالظبط، فانا اديله 10 على 10، وانصحكم ان انتم تشتروه.